بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: علم الرجال، واعتذار شديد إلى الأصوليين، أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله. في من لا يحضره الفقيه، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، صفحة 494. يقول: وما كان فيه عن داود الرقي فقد رويته عن الحسين، إلى أن يقول عن حريز عن داود بن كثير الرقي. وروي عن الصادق أنه قال: أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي خاتمة المستدرك، الجزء الرابع، صفحة 281، الطبعة الأولى، قال: نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى داود الرقي وقد ولى، فقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم عليه السلام فلينظر إلى هذا، يعني إلى داود الرقي. شوف أقوال الإمام فيه. وفي بصائر الدرجات، صفحة 193، عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: اسمي عندكم في السفط التي فيها أسماء شيعتكم، في السفط التي فيها أسماء شيعتكم. دي سئلة، فقال: أي والله في الناموس. انتبه، هاي الأحاديث الثلاثة التي رويتها أن الإمام بنفسه يتحدث عن داود الرقي ومنزلته كمنزلة المقداد من رسول الله من المعصومين. في علم الرجال أجلكم الله من هذه اللفظة العاهرة، في خلاصة الأقوال العلام الحلي 140-141، الطبعة الأولى، يقول: داود بن كثير الرقي مولى بني أسد، وأبوه كثير يكنى أبا خالد، وهو يكنى أبا سليمان، من أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام. قال الشيخ الطوسي: ثقة. انتبه. وقال النجاشي أنه ضعيف جدا والغلاة تروي عنه. وقال أحمد بن عبد الواحد: ما رأيت له حديثا سديدا. هاي صارن ثلاثة. وقال ابن الغضائري أجلكم الله، وهو ابن الزبائلي، أنه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. يقول: وعندي، يعني عند الحلي، إلى قبوب العلام الحلي، في أمره توقف. أنا أسألك سؤال: حديث نص معصوم في مكانة شخص، يجون في علم العهر يتحدثون ثقة لو مو ثقة، وهو أكو نصوص به. انتبه. ورغم ذلك ليتني بياه أخذ. أنت الآن بكل سهولة واحد يحرجك في مسألة فيها داود الرقي، تقدر تطلع تقول مو ثقة، ما أعتبر هذا الحديث. شنو السبب؟ مو ثقة. ابن القنادري الغضائري يقول أنه فاسد المذهب ضعيف الرواية، والعلام الحلي متوقف به، والنجاشي قال أنه ضعيف. ضبطت أمورك وشفت نفسك أنت زين وسيد الموقف بالحديث وتريد تمشي الحديث، تقول لا ثقة. شلون كلاوتشي الشيخ الطوسي يقول ثقة؟ هذا شوف، تعطي المصدر. شوف خطورة علم الرجال بهذا العهر. إخوتي الكرام، عهر ديني والله العظيم، وهو أكو به حديث. إذا أنت ما تعتبر الأصولي فاسد في الدين، مع الاحترام لأشخاصهم، ما عندي خلاف مع أي شخص أصولي، أنا أتحدث مع منظومة. إذا لم تكن هذه المنظومة كتلة نتانة ووساخة وفساد، شو تسميها أنت؟ شو تسميها؟ أترك الحكم لكم أخوتي الكرام. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.